قد أفحما رديت عن مولاي في سوالي وقبلي نعم الكريم الوالي ساق لغيري يتيس الإقدام ما زاني في كذاك بحدا وصلى لي خير الورى ذو الحجة في وبعده فذر الحجة للمصطفى أوصلت خدمة سفت صدور قوم مؤمنين والسفت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن ضرر نار الدنيا ومن رؤية سئيل من النار الآخرة ومن جميع مكاره الدنيا والآخرة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واحسبني من رؤية النار الآخرة بحرمة المهيمن إلى سوانا صحصح النيرانا ولتكفنا الحرمان والخسران لنا هب الأمن من المعاصي يا من كبانا كل الدهر عاسي كن علينا بإدامة الخيور وطيبا لنا الممر والديور لجميع المؤمنين ما يزيد خير فلا ينرفع لك المزيد يسر لنا يا ربنا صلاحا في سر والعلن والفلاحا بدلنا الإيمان والإسلام والتقنا ما يورث الملاما أفيت إبليس وما والاه لغيرنا كنت لنا يا الله آمين يا رب العالمين يا من قال في القرآن الذي أنزل في شهر رمضان لا يسمعون حسيسها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون يقول أحمد الضعيف المكي يقدم أحمد خوي المكي روموا إمارة القلوب للأحد بسنة لا ابتداء من جحد يا أيها الذين آمنوا ارغبوا في طاعة وعن سوى الله ارغبوا دوموا على الكتاب والحديث والفقه عند الفعل والتحديث ومن يلج في جنة استغامة فلا يخف من اسمه ملاما ومن يلج في سنة استقامة فلا يخف من اسمه ملاما الذي قد ساقه الوهاب لخدمة الماحي فلا يهاب ليس نبي المصطفى كالأنبياء بل فاقهم كقفلهم للأصفياء ليس النبي المصطفى كالأنبياء بل فاقهم كفوقهم للأصفياء يا أيها اليهود والنصارى كونوا لغير مرسل أنصارا تاب النفوس من بسنة الرسول حتى لبوا من الإله خير رسول هذا الذي اقتدى بأحمد المحيل وخاب مقتد بإبليس اللحين إن الذين صارحوا لسنني لهم لدى المولى أجل منني ويل وفتنة مع الحرمان لدارك سنن في أزماني ألا تكونوا ذوي الألباب
مبادرين لدخول الباب إلى إتباع نور الله خوم بأفواههم بالله والله نوره متم أبدا ولو بكري كل كافر بدا رام سول جان خفاد المصطفى وكونه مثل سراج قد طفى لا يموتون لغيث والنكد والحاسدون لا يفارقون كد لئن تمردوا على النفاق والكبر والطغيان في الآفاق يدر ربهم عز وجل نفاقهم وكفرهم غدا أجل أذا ويا ذوي العدا لا تجعلوا وعن سبيل ربكم لا تسهلوا بل بادروا لله باتباعه سنة أحمد طويل الباحي اعترفوا للدين ذي الجلال منعذرين عن سوي الدلال فضل الطريقة النبي ظهرا إذ نوره نور البرايا بهرا ساعة الميدان لا يخفيها إباء نملة سلوكا فيها إن المهاجرين والأنصار لم يعبدوا اليهود والنصارى بجعل صالحين عبدا لهم وذاك لا يكون أبدا هموا بجعل سنة الماحي الورى زبرا لكرم لقوله غير الورى ذا الذي يقدر أن يرد ما أبرم من أحاذ البقاء والخدما ويل لمن إلى نسارى فعلا لكي ينال فكرة ومالا ولليهود والمجوس دونا ضرورة فالدين يفسدونا ليس لما بيجيء الله من دافع عن الذي أولاه لا ولا يتي بمن الله أحد يدفع عن البرية أحد والذي يبسط رزقه لمن يداو من عباده كل الزمن أنزلنا غير الله يغني أو يدور فذاك في الدارين ذو كد ودور تعب من فوض أمره إلى غير إله الناس واهب الإله وفوض الأمر إلى النصراني دون إله باو بالخسران من قصه الوهاب بالإيمان فليك في سكن وفي أمان جاء من الأسواء والخناس من فوض الأمر بالناس وجهت وجهي إليه مسلما مفوضا أمري له مستسلما رديت بالله تعالى ربا وبالعلا الإسلام دينا سبا والذي جعل لي محمدا وسيلة بها رديت سرمدا ولا أزال عونه أروم وفي دوام ذكر الله أريم قد أراد المشركون الأغبياء أن يدفئوا نور إمام الأنبياء واستملكوا كل البلاد واتخوا وأكثروا فيها الفساد وابخوا كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أنه قد جلى رب السماء والأرض أولى سرمدا بأن يطيع كلنا ويصمدا والذي حي ولا يموت هو الذي يحيي كما يميت ألم يروا أن الإله ذا الخدم هو الذي أخرجهم من العدم لو عقلوا علموا الحساب لتركوا لطاعة الأنساب كأنهم
بهائم بل هم أضل فكل من أبى الهدى ذل وضل إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم ماتوا